الاهلي بيقرب، خلاص فرق بونت. الاهلي بيقرب من الدوري. النهارده بيراميدز خسر 3-2، الزمالك تعادل من يومين، الاهلي نزل النهارده كسب 5-0. حرس الحدود ما جاش، الناس اللي كانت بتلعب دي كانت اشباح، انما الفرقه نفسها لسه على الحدود. إيه، الاهلي تحس ان هو يعني ده نهايه الموسم، فانا لازم احقق التارجت بقى، يعني احنا في نهايه الموسم فلازم احقق التارجت. 5-0، مسبحة القلعة، انا مش هفوت الفرصة. يعني انا لو جايب حد يستف لي الورق عشان اخد الدوري مثلا، مش هيستفوا لي بالطريقة دي. وبعدين بتاع حرس الحدود تلعب 3-4-3 ايا كان الخطة اللي انت بتلعب بيها، انت فاتح الجيم قدام الاهلي. يعني ما يبقاش الجيم مفتوحة انت نازل تلعب للشهرة. يعني اللعيبة دي كانت نازلة تلعب بتعرض نفسها او نازلة تلعب للشهرة. انت ليه انت فاتح الجيم 90 دقيقة؟ طيب فاتحه عشان تهاجم. يعني اللي انا اعرفه انت بتفتح الجيم مع الاهلي او الزمالك او الفرق الكبيره لما بتيجي تلعبها بتفتح جيم عشان بتهاجم، صح كده؟ انا ما شفتلكش هجمه، انا شفتك فاتح الجيم عمال تشيل. انا ما اعرفش انت ليه فاتح الجيم، انا ما اعرفش. دخل فيك الجون الاول والتاني، طب لم، حاول تعوض ولم، لا شكرا، هربت منك. فالنهارده الاهلي خلاص فرق بونت. لا وايه بقى، لسه عندك الماتشات اللي جايه، الزمالك وبيراميدز لسه هيلعبوا بعض، فالاهلي هيقعد يتفرج. اي نتيجه في صالحه. ممكن اقول لك من دلوقتي مبروك الدوري للاهلي.